السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم المشي في المقابر للفتاة العزباء والمرأة المتزوجة والحامل، وفي منام المطلقة، وفي منام الرجل. أما إذا رأى الشخص أنه يمشي في المقابر لزيارة أحد الأشخاص الصالحين، فهذا بيشير إلى التوبة إلى الله والهداية. إذا رأى شخص في المنام أنه يمشي بين المقابر، فهذا بيشير إلى المشاكل والأزمات التي يعاني منها وتسبب له الحزن. قراءة الكلمات المكتوبة على القبر في المنام بتشير إلى وجود بعض الأعمال التي لا يرغب الرائي في تنفيذها. أما إذا رأى الشاب الأعزب أنه يقوم بالمشي فوق القبور في المنام، فهذا يشير إلى زواجه. تفسير حلم المشي في المقابر بشكل عشوائي بيشير إلى الخبطات التي يعاني منها الرائي. رؤية المشي بين المقابر في المنام بتشير إلى خسارة المال في أشياء ليس لها قيمة. تفسير رؤية المشي في المقابر في منام العزباء. تفسير حلم المشي في المقابر للفتاة العزباء بيشير إلى حزنها بسبب تأخر الزواج والفشل في العلاقات العاطفية. مشي العزباء بين القبور في المنام بيشير إلى الضغوطات النفسية التي تعاني منها. أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تسير بين القبور في المنام، فهذا يشير إلى الخلافات العائلية التي تعاني منها. المشي في المقابر في المنام للفتاة العزباء بيدل على فقدانها لشيء هام. أما إذا رأت العزباء إنها تمشي بين القبور مع شخص غريب، فهذا يشير إلى زواجها من هذا الشخص والاستقرار في حياتها الزوجية معه. رؤية المشي فوق المقابر في المنام للفتاة العزباء بتشير إلى انتهاء المشاكل التي كانت تعاني منها وتفريج الهموم وزوال الحزن والكرب. تفسير رؤية المشي في المقابر في منام المتزوجة. المشي بين القبور في منام المرأة المتزوجة بيشير إلى حالتها النفسية السيئة وشعورها بالوحدة. تفسير حلم المشي في المقابر للمتزوجة بيشير إلى ارتكاب المعاصي وحب الشهوات. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقوم بالسير بين القبور في المنام، فهذا يشير إلى إصابتها بالحسد من أعدائها. أما إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أنها تمشي بين القبور مع زوجها، فهذا يشير إلى الاستقرار في حياتها الزوجية والحب والود القائم بينهما وبين زوجها. رؤية المشي بشكل سريع فوق القبور في المنام للمرأة المتزوجة بتشير إلى تحقيق الأهداف التي كانت ترغب في تحقيقها، وقد تشير هذه الرؤية إلى حصولها على فرصة عمل جديدة. تفسير حلم المشي في المقابر للمرأة المتزوجة وكانت تشعر بالسعادة، فهذا بيشير إلى حملها في الوقت في القريب العاجل. رؤية المشي في المقابر في منام المرأة الحامل. إذا رأت المرأة الحامل إنها تقوم بالمشي في المقابر في المنام، بيشير إلى انتهاء الأزمات التي كانت تعاني منها. رؤية مشي الحامل فوق القبور في المنام بتشير إلى سهولة الولادة والتمتع بالصحة هي والجنين. إذا رأت المرأة الحامل إنها تقوم بتنظيف المقابر في المنام، فهذا بيشير إلى تحقيق أمنية لها كانت ترغب بها. أما رؤية المشي بين القبور في منام المرأة المطلقة من الرؤى المبشرة التي تحمل لها الخير. تفسير حلم المشي في المقابر للمرأة المطلقة بيشير إلى انتهاء الحزن وتفريج الهم. إذا رأت المرأة المطلقة إنها تقوم بتنظيف المقابر في المنام، بيشير إلى حسن أخلاقها وشدة إيمانها بالله، وقد تشير هذه الرؤية إلى تحقيق الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها. أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تمشي في المقابر مع زوجها السابق في المنام، فبتشير الرؤية هنا إلى رجوعه لها والعيش في حياة مستقرة بدون خلافات. أما رؤية المشي في المقابر في منام الرجل من الرؤى المحمودة التي تجلب له الخير والسعادة. إذا رأى الرجل أنه يمشي في المقابر مع صديقه، فهذا بيشير إلى العلاقة القوية التي تجمعهم مع بعض، وقد تشير هذه الرؤية إلى وجود مصلحة مشتركة بينهما سوف يحصلون منها على الرزق الوفير. رؤية المشي بين القبور في منام الرجل وكان يشعر بالحزن، فهذا بيشير إلى انتهاء المشاكل التي كان يعاني منها. أما إذا رأى رجل أنه يقوم بالمشي فوق القبور، فهذا بيشير إلى حصوله على منصب مرموق ومال كثير. أما إذا رأى الرجل المريض أنه يمشي بين المقابر في المنام، فهذا بيشير إلى شفائه من الأمراض والتمتع بالصحة. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.